صباح الخير، يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل صوص شوكولاتة سهل وبدون زبدة ولا نشا ولا اي حاجة، بمكونات سهلة واقتصادية جدا، وهيعمل كمية معاكي وان شاء الله متأكدة يطلع مظبوط. بصوا تقلوا، متأكدة بجد ان هيعجبكم قوي. قبل ما نبدأ اتمنى تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. عندي 3 معالق كاكاو خام، نص كوباية لبن، نص كوباية سكر، وهنحتاج كمان ربع كوباية زيت. بس هنضرب الاول اللبن والسكر والكاكاو مع بعض. هنفضل نضرب مش اقل من 4-5 دقايق علشان يطلع معانا تقيل وقوامه مظبوط. طبعا انا هنا بوريكم بالتدريج وهو بيتقل. هنا طبعا لسه خفيف. طبعا صوص الشوكولاتة تستخدموه في كل حاجة، في كل الحلويات، كيكة، تشيز كيك، دوناتس، تحشوا بيه اي حاجة، كمان تزينوا بيه. بجد طعمه حلو جدا ورهيب، ان شاء الله يعجبكم. متأكدة ان هو يطلع مظبوط معاكم. نص كوباية السكر مظبوطة جدا على الكمية دي، ولا مسكر ولا دلع، علشان الكاكاو ما يبقاش ممرر معانا. طبعا هو بيتقل بالتدريج، هو بس بيحتاج ضرب كتير. نبدأ بقى نزود الزيت بالتدريج. انتي مش تحتاجي اكتر من ربع كوباية زيت اصلا. بصوا بقى، بصوا جماله، بصوا تقيل ازاي، كأننا عاملين نوتيلا بالظبط في البيت. طعمها حلو قوي. طعم الكاكاو مع السكر مع الزيت واللبن، بصوا اللمعة، طعم حلو جدا. تقدروا تزودوا فانيليا لو حابين على فكرة. يعني انا بالنسبة لي كان طعم مظبوط جدا. بصوا سمكوا وتقلوا. على فكرة تقدروا تخففوه بشوية لبن وتزينوا بيه، بس انا كنت عاوزاه تقيل كده. بجد حلو جدا. حطوه بقى على مولتون كيك، فظيع يا جماعة، لازم تجربوه. مستنية رأيكم واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.